اللهم أجرنا من الموت الفجاء واكفينا شر فواجع الأقدار. لما الواحد امبارح كان طالع بيضحك وبيهزر على الأحداث اللي كانت حاصلة والترندات اللي كانت موجودة، ما كانش يعرف إنه هيصحى النهاردة على أخبار ما يعلم بها إلا ربنا. سبحانك يا رب. زي ما قلنا قبل كده، دوام الحال يا جماعة من المحال، ولازم لما نسمع الأخبار أو الحاجات الوحشة دي لازم ندعي الأدعية اللي أنا قلتها دي، لأن اللي بيموت فجأة ده ما بيلحقش يعمل حاجة. يعني لو مريض قبلها بيقعد مثلا يفكر يراجع حساباته، يقول أنا عملت إيه، أنا ظلمت فلان، أنا غلطت في إيه، يرجع يلحق يستغفر ربنا ويلحق يتوب. لكن الإنسان اللي ورقته بتتشد مرة واحدة ده خلاص كده، خلاص كده، يعني ما منوش رجوع. ولازم كلنا ندعي بحسن الخاتمة، لأن محدش عارف آخر عمل ليه في الدنيا هيبقى إيه. فربنا يسترها علينا كلنا يا جماعة. عاملين إيه الأول؟ والله وحشتوني من الفيديوهات اللي فاتت. امبارح كنا قاعدين بنضحك وبنهزر على الترند اللي كان نازل بتاع محمد رمضان. ما كناش بنضحك وبنهزر على مصيبته، لا، احنا كنا بنضحك وبنهزر على الكبر والغرور اللي كان واخده. كان محكوم عليه امبارح اول درجة ب2 حبس، ومع ذلك كان منزل اغنية رقم 1 يا مصاص اللي هو اتحكم عليه بسببها، وكان بيغني وبيعمل شعره ولا هو هنا. فقلنا ايه الكبر وايه الغرور اللي هو فيه ده؟ ايه ده؟ يعني حتى مش همه الحكم اللي هو اخده، يمكن متكل على الاستئناف. وقعدنا نضحك ونهزر. ما كناش عارفين ان احنا النهارده هنصحى على خبر وفاة والده وفيديوهات حزينة جدا جدا جدا. لأول مرة نشوف الدموع الحقيقية في عيون محمد رمضان في كل الكوارث اللي لحقته الفترة اللي فاتت دي كلها. كان بيطلع يضحك ويهزر ويغني ويثبت ان هو يعني جبل ما بيتهدش. النهاردة لأول مرة نشوف إنسان مكسور، إنسان حاسس إن سنده وظهره في الحياة مشي، إنسان الدموع محبوسة في عينه وهو مش قادر ينزلها، إنسان شايل باباه أو والده الله يرحمه في النعش ومش عايز حد تاني يشيله معاه، عايز هو بس يلحق آخر لحظات معاه. مشاعر محدش يحسها غير اللي مر بالتجربة دي. الناس حواليك كتير وبيواسوك، لكن انت شايف وشوش باهتة، مش شايف ملامح. ناس بتعيط، ناس بتصرخ، ناس جاية همها الشو، ناس بتصور، انت مش شايف حاجة. الدموع اللي في عينيك مغطية وشوش اللي حواليك كلهم، مش شايف حد. انت مش شايف غير الانسان اللي مشي ومش راجع، اللي انت مش هتشوفه تاني في حياتك. أصعب أحاسيس في الدنيا ممكن الواحد يحسها يوم وفاة والده، لأن بيكون حاسس إن السند والظهر بتاعه في الدنيا مش راجع تاني. فمهما حد وساه في اليوم ده أو طبطب عليه بيبقى زي قلته، بيبقى يعني إيه، حاجة ما لهاش فايدة، يعني اللي هو جبران خاطر بس لا هيقدم ولا هيأخر. بعد شوية الناس كلها هتمشي، كل واحد هيروح بيته، كل واحد هيبقى في حياته، لكن انت اللي هتواجه الدنيا كلها بعد كده من غير الانسان العزيز عليك ده. فربنا يرحمه ويغفر له. كانت مشاهد توجع القلب النهارده، وفاة والده في الفجر. يمكن دي اكبر المصايب اللي حصلاله من كل الفترة اللي فاتت دي، او حتى الحكم اللي هو اتحكم عليه ده. ما اعتقدش انه هيكون فارق معاه قد ما هيكون فارق معاه اليوم بتاع النهارده ولحظات الجنازه اللي احنا كلنا شفناها من مسجد في المهندسين، والدفنه هتبقى في مقابر الاسره في 6 اكتوبر. ربنا يرحمه ويغفر له. ما بنتمناش حاجه وحشه لحد، ورغم عن ذلك هو يعني ما سلمش برضه من انتقادات الناس. في ناس قلوبها قاسيه يا جماعه، في ناس حتى في وسط الحزن برضه بينتقدوا البني آدم وبيدوسوا عليه. يعني المفروض في مصيبة زي دي الواحد يقول البقاء لله ويسكت، لكن الناس عمالة نازلة في تقطيع.
هايل يا فنان، قط يا فنان، عرفت تمثل علينا، انت رايح بعربية فارهة، انت برضو عايز تلفت الانظار، انت مش فارق معاك والدك، انت جاي للشو، انت مش عارف ايه. ليه يا جماعة؟ ليه كده؟ ما هو في الاول وفي الاخر هو انسان، ده والده على فكرة، ده مش حد غريب عنه عشان رايح يمثل. يعني حتى في اصعب المواقف اللي زي دي، قل خير او اصمت، كلمة طيبة صدقة. لكن في ناس يا جماعة ما تعرفش معنى حتى جبر الخاطر او حتى تسكت. ما فيش، في ناس كده، في ناس قلوبها وحشة قوي. ربنا يا رب يعافينا ويحسن خاتمتنا كلنا. على اثر فواجع الاقدار وان ممكن يكون دي اخر عمل للانسان في الدنيا، واخر حاجة ممكن الانسان يكون عملها في حياته، نلاقي ان احنا برضو لقينا خبر تاني مالي كل مواقع التواصل الاجتماعي ونازل ترند، برضو ترند حزين جدا. انا معرفش اليوم النهاردة فيه ايه، مع ان النهاردة الجمعة يعني، ولكن سبحانك يا رب، يمكن حسن خاتمة للناس دي، الله اعلم. صحينا على خبر تاني، وهو حادثة اسماعيل الليثي والد ضاضة الله يرحمه. طبعا الفترة الاخرانية كانوا نازلين ترندات هو وشيماء سعيد مراته بموضوع المشاكل اللي ما بينهم، وقالت ان هيحصل انفصال، وقالت ان هو ماسك عليا فيديوهات زي بتاعت رحمة محسن وانا هتطلق منه. وبعد كده اتفاجئنا كلنا بعيد الميلاد الاسطوري اللي هي اتعمل لها من زوجها، اتكلف 11 مليون جنيه، التورته بنص مليون جنيه، هدايا ايفونات وذهب، ويعني كانت حفله اسطوريه لعيد ميلاد. للاسف يعني سبحانك يا رب، زي ما في عين بتبارك، في ناس بتحسد، وفي عين بترشق في البني ادم ممكن توديه القبر والعياذ بالله. الناس كلها كانت بتتكلم على حفله عيد الميلاد دي، وبيقولوا لها انت مش قلتي ان انت هتطلقي منه؟ قالت لهم لا، ما هو ابو العيال بقى وما ينفعش ان انا اتطلق منه. ورجعنا وكانت فرحانه جدا وبتغني في عيد ميلادها وهو كان معاها، وكنتوا تحسوا ان هم سعداء جدا. يعني في ايه؟ النهارده صحينا على خبر ما يعلم به الا ربنا. اسماعيل الليثي كان ماشي في طريق المنيا الصحراوي بعد ما احيا فرح كان هو فيه، هو والفرقه بتاعته، عمل حادثه تصادم مروعه، خبط في عربيه تانية يا جماعه كان فيها اب وام وابنهم، وهو كان معاه الفرقه بتاعته كانوا جايين من الفرح. للاسف الفرقه اللي كانت معاه انتقلت الى رحمه الله، 4 ولا 3 توفوا، وكذلك العربيه التانية اللي كان فيها الاب والام والطفل، الاب والام ماتوا، والطفل في حاله حرجه جدا في العنايه المركزه، وشايلين له الطحال بتاعه ده كده يعني وكده حالته مستقره شويه كمان، انتوا متخيلين؟ اما حاله اسماعيل الليثي فيقال على حسب عيلته التصريحات اللي قالوا بيها ان هو في حاله غيبوبه تامه، وان هو عنده نزيف داخلي وتهتك في الرئه وكسر في عظام الجمجمه، يعني حاله ما يعلم بها الا ربنا. العربيتين يا جماعه يعني دخلوا في بعض بشكل فظيع. الصور لو تشوفوها، الواحد بدنه والله العظيم حاسس كده بركفه. ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ عشان كده بقول لكم ربنا يكفينا شر فواجع الاقدار. يقال ان اسماعيل الليثي كان سايق بسرعه صعبه جدا، سرعه كبيره جدا، ودخل في العربيه التانية، وفي ناس بيقولوا يعني ده كان في فرح، واحتمال كان في شرب او ما كانش في وعيه، الله اعلم، لسه التحقيقات شغاله. ولكن مراته شيماء الليثي واختها شيماء سعيد واختها كانوا طالعين من على الصفح بتاعتهم على الفيسبوك، عاملين مناشدات كبيره جدا انهم عايزين اي اوضه عنايه مركزه تفضى، اي سرير في اي عنايه مركزه تفضى، عشان حاله اسماعيل الليثي حرجه جدا ولازم يتنقل فورا لعنايه مركزه، وهم مش لاقيين سرير واحد عشان اسماعيل الليثي. سبحانك يا رب، لا الفلوس يا جماعه ولا القصور ولا العربيات الفارهه ولا عيشه الملوك زي ما بيقولوا
بتمنع القدر. لا منعت عن ابو محمد رمضان عزرائيل الموت، ولا منعت عن اسماعيل الليثي الحادثه اللي حصلت له، ولا حتى فلوسه عارفين يلاقوا له بيها يعني سرير في عنايه مركزه. انتم متخيلين؟ ربنا يا رب يكفينا شر المستخبي وشر اللي جاي. الواحد مش عارف، ممكن تكون دي اخر حاجه الواحد عملها. يعني لا قدر الله لو اسماعيل الليثي يعني ده كان اجله وده كان عمره، فتخيلوا اخر عمل ليه في الدنيا كان فرح، كان بيغني الاغاني بتاعته، فرح كان ممكن يكون في رقاصه بتغني بترقص جنبه وهو بيغني، كان في ناس ممكن تكون مبسوطه شويتين 3 4، الله اعلم كان في ايه الفرح ده. ولكن هي دي حسن الخاتمه او سوء الخاتمه بتاعته، الله اعلم. ده اخر عمله في الدنيا. انتوا متخيلين؟ عشان كده بقول لكم الواحد يعني يلحق بسرعه، يعني عمل حاجه غلط يلحق بسرعه يتوب عنها، لانه مش ضامن كمان ثانيه هيكون موجود في الدنيا ولا لا. انا دايما بحسبها كده حتى في حياتي انا الشخصيه، ممكن اقول ده اخر فيديو انا هعمله في حياتي، بعد ما اقفل الكاميرا الله اعلم هكون فين. فلازم يعني الواحد حتى يراعي الكلمه اللي بتخرج منه، لانه ما بقاش ضامن حاجه. ربنا يحسن خاتمتنا كلنا. وعلى حسب كلام والدة اسماعيل الليثي، قالت ان هو كلمها قبل الحادثه بالظبط بساعه، وقال لها ان هو نام وريح شويه في العربيه، وشاف ابنه ضاضة الله يرحمه جاي بيحضنه وبيسلم عليه وبياخد ايده وبيمشي. حتى الناس كلها انتقدتها وقالوا لها ليه يا حاجه في التوقيت ده، ليه تحكي الكلام ده دلوقتي، ده فن مش حلو، ما كانش ينفع تقولي الحلم ده دلوقتي. ولكن طبعا هي ست كبيره، ويمكن هي حاسه بحاجه احنا كلنا مش حاسينها، لان الام دايما هي اللي بتحس بابنها يا جماعه. هي دايما بتبقى قلبها كده بيقول لها ان في حاجه، الله اعلم هي ايه. ولكن هي حكت الحلم ده تحديدا في التوقيت ده من على لسانها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبتقول يعني انا اول ما قال لي الكلمه دي انا حسيت ان هو هيحصل له حاجه. وقد كان الخبر فعلا وصل ليها ووصل لمراته بعديها بساعه. والحادثه المروعه الفظيعه دي ربنا يا رب يعافينا ويخرجه منها سالم غانم. ويمكن لعل وعسى، محدش عارف يا جماعة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ممكن تكون الحادثة دي تغيير في مسار حياته اللي جاية كلها. مش يمكن بعد ما يخرج من الحادثة دي وربنا ينجيه يغير طريق حياته كلها؟ ممكن يستغل النعمة اللي ربنا اداها له، صوته في إنشاد القرآن، في مدح الرسول، في أي حاجة تانية، محدش عارف. ممكن الحادثة دي تكون إعادة ترتيب لحياته كلها. يمكن إعادة الترتيب دي ما حصلتش بوفاة ابنهم. الناس كلها كانت مستغربة، ابنكم متوفي وانتوا يعني عاملين أعياد ميلاد وقاعدين ترقصوا وقاعدين تغنوا، فين يا جماعة؟ طب الزعل على ابنكم فين؟ مثلا يعني ان انتوا تختفوا فترة كبيرة عن الأضواء وعن الناس لغاية حتى ما تلملموا نفسكم. ما كانش فيه الكلام ده. كانوا عارضين حياتهم على العام، وكانوا كل شوية فيديوهات وحفلات وبتاع والدنيا لهياهم. يمكن ربنا بيدي فرصة للبني آدم يعيد ترتيب حساباته تاني ويفكر هيعمل ايه في ايامه اللي جاية. هل انا كنت ماشي صح ولا ماشي غلط؟ هل الطريق اللي انا كنت فيه ده هو ده الصح ولا لا؟ محدش عارف الغيبوبة اللي هو فيها لو خرج منها على خير هيكون تفكيره ايه في اللي جاي. ساعات الدنيا بتلهي الواحد وبتاخده كده ويبقى يعني حاسس ان هو ياما هنا وياما هناك. عشان كده دايما بقول لكم الانسان لسان، لكن لما سبحانك يا رب لما بتحصل له حاجة بيرجع بقى يفكر ويعيد حساباته تاني ويقول اللي انا كنت بعمله ده صح ولا غلط، اللي انا بقوله ده كان صح ولا غلط. بيرجع يعيد ويفكر تاني ويستغفر ربنا. ممكن دي تكون فرصة ليه، الله اعلم، محدش عارف. وكذلك محمد رمضان، يعني حكم الحبس ما اثرش فيه، الحكم على ابنه ما اثرش فيه، الكوارث اللي حصلت له كلها الفترة الاخيرة وهجوم الناس عليه ما اثرش فيه. يمكن
وفاة والده هي اللي تأثر فيه، محدش عارف. لان كلنا ساعة الموت يا جماعة، الموت ليه رهبة، بيبقى جرس انذار كده للبني ادم، بيرجع تاني بقى يعيد كل حياته ويعيد ترتيب حياته من اول وجديد زي ما بيقولوا. اي نعم مع الوقت بينسى وبيرجع يعيش حياته تاني وبيرجع يكرر اخطائه تاني، بس على الاقل بتبقى واقفة مع النفس، حتى لو يعني لساعات، لايام، لشهور، محدش عارف. ولكن ربنا يهدينا جميعا لطريق الحق وطريق الخير. محدش عارف يا جماعة يعني الخاتمة بتاعته هتبقى ايه، ولا اخر اعماله في الدنيا هتبقى ايه. ربنا يسترها علينا جميعا، وفي الاخر ما بنتمناش والله حاجة وحشة لحد برضه. دي كانت الترندات الحزينة معانا النهاردة، واشوفكم على خير في الفيديوهات اللي جاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.